انت مين ووصلت لايه في حياتك؟ وهل حققت كل الاحلام اللي انت بتحلم بيها؟ طب لو ما حققتهاش، هل بتعمل الحاجات اللي توصلك ان انت تحققها؟ وبعدين خد تعالى لي هنا، هل اصلا عندك اجابات كافية للرد على الاسئلة دي؟ لو ما عندكش اجابات ما تقلقش، لسه قدامك وقت كتير تعرف في نفسك وتوصل لكل اللي بتحلم بيه. بس قبل ما تسمع الكلام الكويس قوي اللي احنا جايين نقوله لك النهاردة، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الاشعارات عشان توصلك كل فيديوهاتنا. انا عشري وانا هشام، وده بودكاست على الطريق. ايه الاخبار؟ قول لي بقى اتش، ازاي الانسان يلاقي نفسه؟ والله يا عشري، ده سؤال صعب حبتين. محتاج مجهود عامة، عشان في كتير مننا بيقعد حبة حلوين كده سنين من حياته، بيبقى قاعد يفكر هل المجال اللي أنا دخلته ده هو اللي أنا عايز أكمل فيه؟ هل الدراسة اللي أنا قعدت وتعبت فيها سنين من عمري وأنا كنت مقتنع بيها في مليون في المية، بعد كده لما يعني بدأت أشتغل وبتاع، هل هو ده شغفي؟ هل هو ده أنا مبسوط بده؟ في ناس بتبقى مش مبسوطة بالشغل اللي هو بيبقى شغاله أو طريقة الحياة اللي هو عايشها، الأسلوب حياته مش عاجبه. بس في ناس بتبقى خايفة تنط من الكومفورت زون بتاعها، أو خايف يغير شغله، أو عنده خوف. وهنا الناس عامة بتتقسم لشقين. في نوع من الناس بيحب ياخد الريسك، يجي يقولك طيب أنا لو قعدت في شغلي ده هكون بضيع وقت وبضيع نفسي. ففي ناس بتختار إن هو لأ، طيب ما هو أنا أختار نفسي وأشوف شغفي فين، أو أشوف أنا فعلا عايز أعمل إيه، أو لو هو عنده في دماغه حاجة معينة أو كارير معين هو عايز يمشي فيه، بيبدأ ياخد الريسك إن هو يبدأ يحط خطة كويسة ويبدأ يدرس الخطوات اللي هتخليه يعمل الستep دي في حياته، وياخدها. وفي ناس من الخوف من الفشل، من إن هو يخش في حاجة ويحس إن هو تايه وإن هو ما ينجحش وكل الأسباب اللي إحنا هنتكلم فيها، بيفضل قاعد في نفس الدايرة اللي هو فيها، في نفس الشغل، في نفس دايرة الحياة، في نفس أيا كان بقى اللايف ستايل بتاعه، في أيا كان الحاجة اللي هو فعلا عايز يغيرها. وبيقعد خلاص، يعني بيبقى اللي هو أنا هعمل إيه سلمت الامر الواقع، خلاص سلم الأمر الواقع، وإن هو أنا خلاص أنا هقضي وقت وخلاص، ما بيخاف ياخد الريسك ده لا يخسر كل حاجة. فهو يعني إنك أنت تلاقي نفسك مش حاجة سهلة، بس هو بتبقى شوية ريسك أو شوية زي ما تقول تقعد تفكر كويس أو تشوف أنت بتحب تعمل إيه، بتشوف أنت شغفك في إيه أصلا، نفسك تغير إيه في حياتك، إيه اللي مضايقك نفسك تغيره، عشان تعرف تحط إيدك على الستبس اللي هتعملها عشان تبدأ تغير وتلاقي نفسك فعلا في الحاجة دي. ده من وجهة نظري الصغيرة يعني. حلو جدا. طيب انا من كلامك استشفيت ان انت عامل فوكس شوية على حتة ان البني ادم بيلمت نفسه وبيقف عند الحتة بتاعت انا خايف اخسر، انا خايف اغير، انا خايف افتح شغل واسيب شغلي، انا خايف انقل من الوظيفة دي للوظيفة دي، انا خايف ان انا اشفت الكارير بتاعي. طب البني ادم اللي بيخاف فعلا، يعني لو في شخص فعلا هو مش مرتاح للي هو فيه، بس مش قادر يصدق ان هو خايف او ان هو جبان، لان في حاجات، في اسباب مخوفاه، زي مثلا الشخص اللي عنده اسره،
اولاد وزوجه وبيت مفتوح، عايز مصاريف ومدارس وتعب وادويه وحاجات كتير جدا. شخص زي دوت لو مش عارف يلاقي نفسه، مش عارف يعمل الحاجه اللي هو بيحبها، قصدك خايف ياخد القرار بالظبط يعني. يعمل ايه؟ الصح ايه؟ بص هقول لك حاجة عن تجربة شخصية، يعني أنا مش بكلمك على حاجة يعني أنا كده من لا شيء يعني. بص هو الموضوع يعني يستحق، هو فعلا الموضوع يخوف، بس هو الفكرة كلها عشان أنت تاخد الستep إنك أنت فعلا تغير حاجة مضايقاك، أو مش فكرة مضايقاك، فكرة أنت مش مستريح، أو أنت مش لاقي نفسك، أو أنت مش لاقي يعني مش شغفك مش موجود إنك كل يوم تروح تعمل نفس الحاجة وتأدي فيها تحس إنك أنت مبسوط ومرتاح في المكان. مين اللي بنتكلم عن الشغل ولو أنت قصدك في الحتة دي يعني. بس لو احنا جينا نتكلم في البوينت دي، او انت تغير حاجة في حياتك، او انت تغير كاريرك، او قبل ما تبدأ تاخد الخطوة دي لازم تدرس خطواتك كويس قوي. بمعنى انك لازم تقعد تكتب، تاخد ورقة وقلم كده وتقعد تكتب انت عايز تعمل ايه. يعني انا مثلا عايز اخش في مجال البيزنس، انا شايف نفسي مثلا عايز اخش في مكان السيلز، عايز افتح شركة، عايز. كل واحد وشغفه، وكل واحد وهدفه، وكل واحد فينا بيبقى عنده هدف في حياته ولازم يسعى ويجري وراه. فانت طبيعي بيبقى عندك خوف من ان احنا انك تفشل، وده يعني الاحساس اللي بيوصل لكل واحد فينا، الفشل. عشان محدش فينا طبعا بيحب ان هو يعني يوصل لمرحلة ان هو يفشل، وان هو احساس صعب. مش هكذب عليك ان هو مش اكيد حاجة مش سهلة انك انت تسيب كاريرك وتسيب الحاجة اللي انت قعدت فيها سنين حياتك بتتعب وتشقى وذاكرت وتعبت واخدت الاكسبيرينس. بس في ناس بتوصل لمرحلة انا مش لاقي نفسي هنا، انا مش حاسس ان انا مبسوط، انا مش قادر اعمل ده كل يوم، او انا مش قادر انتج اكتر من كده. فهو عايز يغير، عايز اغير. فعشان كده انا من وجهة نظري انك انت تقعد تكتب هدفك، انا عايز اعمل 1 2 3، وتدرسه كويس قوي، يبقى عندك معلومات عنه كويس قوي. عايز تخش يعني مثلا انا عايز اعمل بيزنس مثلا، لازم ادرس اللي انا عايز اعمله كويس قوي. ايه اللي انا المفروض اعمله، ايه الحتة اللي انا داخل فيها، اقعد اقرا فيها. يا عم لو انت مش عايز تقرا تفتح دور على جوجل. منتور يا عم يجايدك، بالظبط. شوف حد من صحابك ناجح في الحاجه دي. دلوقتي احنا يعني بنفتح جوجل بتلاقي عليه كل حاجة، تقعد تفتح جوجل، تقعد تقرا، تقعد تحاول تجيب معلومات على قد ما تقدر، بحيث انك انت تبدأ يبقى عندك زي ما تقول فيجن، تبدأ تلاقي تشوف رؤية ان هو فعلا انا لو رحت هنا هعمل 1 2 3. تبدأ تشوف خطة ازاي تعرف تغير المجال اللي انت فيه او الحتة اللي انت فيها دي، لغاية ما تلاقي يعني لما انت يبقى عندك الستبس وتلاقي نفسك ان انت بدأت تاخد المعلومات الكافية من المجال ده، تبدأ تعرف ناس شغالة في المكان ده، تعرف تقعد تتكلم معاهم، تسألهم، تعرف كل التساؤلات اللي عندك في القصة اللي انت عايز تخشها او الشغل او ايا كان اللي انت عايز تعمله. فده بيبدأ يقرب الفكرة اكتر في مخك عشان تعرف تبدأ تاخد القرار. حلو. طيب يعني اقدر من هنا اقول ان انا علشان لو انا عايز اغير، او لو انا في حته هي الكومفورت زون بالنسبه لي، بس الكومفورت زون دوت مش في شغفي، ان انا اتحرك من ده، ان انا اواجه خوفي. بالظبط. يعني مواجهه خوفي ديت بتيجي اول حاجه خالص في الاساس في البدايه، ان انا بجيب ورقه وقلم واقعد اكتب انا عايز ايه وازاي اوصل للي انا عايزه. بالظبط. بخطوات واضحه وصريحه، وتكون ستيبس مؤثره وقصيره.
بالظبط، أهداف حاجات صغيرة أقدر إن أهداف أنا صغيرة اللي هي تحس إن هي أحققها. واقعية. يعني ما تكتبش أنا عايز أبقى مليونير، لا أقول عايز أجيب 1000. أكيد أنا عايز أبقى مليونير، كلنا عايزين معنا فلوس، كلنا عايزين بالظبط، بس لو أنا بدخل 5 بس أقول عايز الفكرة أدخل 6، كلها إن إزاي أنت أجيب 6؟ تعمل خطوة واقعية، يعني أنت تستوعبها، ما تحسش إن أنا بكتبه ده مستحيل أعمله. فاهم بالظبط. الفكرة؟ القصة كلها إنك أنت تصدق اللي أنت هتعمله عشان تعرف تحس إن هو واقعي، تحس إنك أنت تشوفه، تبدأ تشوف إن أنا هوصل لده، هعمل ده، عشان تبدأ تقربها لنفسك أكتر، تبدأ يعني قصدي تسهلها على نفسك. كان فاهم؟ في جملة سمعتها كده بتقول لك محدش أصلا هيراهن عليك قبل ما أنت تراهن على نفسك. يعني وده طبعا أنا بقوله بسبب جملتك، اللي هو صدق الأول قبل ما تبدأ تهم بإنك تنفذ أو تحط الخطة وتجري وراها. لازم تصدق الحلم، ولازم تصدق الشغف، وما تسمعش لأي حد بيقول لك مفيش حاجة اسمها شغف. لا، هو في شغف، بس تطويع الشغف ده هو اللي بيسبب المشكلة، إنك مش عارف تبدأ منين. وده هيوصلنا من وجهة نظري الشخصية لحاجتين: إنك لازم تواجه نفسك بأبعاد شخصيتك. أي شخصية في الدنيا كلها، لو تسمح لي يعني إن أنا أقول أكيد. حاجة أنا من الحاجات اللي أنا كنت بدرسها، أي شخصية بتتكون من جانبين، أو مش أي شخصية، أي أوبجكت في الدنيا، أي كائن ليه جزئين: جزء بيميزه وجزء بيعيبه. صح. اللي بيميزه هي شوية المواهب وشوية الاهتمامات بتاعته وانصياعه للحتة اللي بتخليه يجيب جون. تمام. والحاجات اللي في العكس إنه محتاج يطورها أصلا. بالظبط، بتبرز بقى عيوبه أو بيشكلها شوية العيوب اللي فيه. فأنت لازم قبل أصلا ما تبدأ إن أنت تغير المجال بتاعك، يعني شوف احنا هنحولها على البيزنس والكلام ده، بس البيزنس هو ريفليكشن للشخصية بتاعتك أصلا، أو الخطوة اللي أنت بتاخدها دي هي انعكاس لشخصيتك، حاجة في شخصيتك لسه ما كملتش. عشان تكمل لازم تاخد خطوة لورا، وعلى ورقة وقلم برضو، يعني على ورقة وتمسك القلم في إيدك وتكتب كده: أنا مشاكلي إيه وعيوبي إيه، وأنا مميزاتي إيه ومواهبي إيه اللي أقدر أستغلها، وأبدأ من فوق المواهب دي إن أنا أطورها. يعني مثلا لو جبنا واحد لقيناه كلامه منطقي لوجيك وكلامه جميل كده والناس بتحب تسمعه، ودايما بيحاول يقنعهم برأيه في اختيار الساعة اللي هو بيلبسها، وإن الساعة اللي هو لابسها في إيده أحسن من ساعات تانية. واحنا بنتكلم كده دلوقتي، لو جينا نقول الراجل ده هيبقى ناجح في ايه، هتقولي في السيلز، صح؟ ده عنده موهبة الكلام وتجميله. يبقى لازم اخد دي كموهبة اهي، ابدا اثقلها بشوية علوم تؤهلني ان انا ابقى راجل بياع. تمام. يبقى انا راجل، لو انا شغال دكتور وعايز اتحول للبيع، تمام، وطبعا الجملة دي انا قايلها قاصد علشان تحكي لنا القصة بتاعتك. عايز تحول من دكتور لبياع، لازم اشوف هل انا اصلا بعرف اتكلم. بعرف اتكلم. هل كلامي مقنع؟ هل بيستند لشويه حاجات والناس بتغير رايها عشاني؟ يعني انا عندي الموهبه، التالنت موجود، ايه اللي ناقصني؟ اثقلها بشويه تكنيكس، اديها شويه تكنيكس، واعرف الحاجه اللي انا هبيعها، هلاقي نفسي بعرف ابيع كويس جدا جدا جدا، انا ببيع شاطر. وبما اننا اتكلمنا عن دوت يعني، فخلينا نسمع قصتك الجميله في انك لقيت نفسك كبياع وانت اصلا دكتور سنان. هي مش فكره قصتي، هي فكره هي نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. بص، عشان برضه اكون بتكلم من حاجه انا يعني ما نكونش بتكلم من هوا، يعني ممكن حد يكون بيسمعنا يقول لك اللي بيتكلم من حاجه هو مش عارف ابعادها يعني. انا للناس اللي ما تعرفنيش، انا خريج طب اسنان، ومارست المهنه لمده 7 سنين او اكتر. وسافرت واشتغلت في السعوديه دكتور. بس وانا شغال في السعوديه حسيت اني عايز اعمل حاجه غير دي. حسيت ان انا ممكن الاقي نفسي في حاجه غير دي. حسيت ان ده انا بحب طب اسنان، وبحب ان انا اساعد الناس، وبحب ان انا يعني الايجو بتاعي لما حد يطلع مرتاح
جاي متألم، عايز يعمل حاجة تجميلية، بتحس بأجو معين. بس كنت حاسس ان انا مش هقدر اعمل ده لسنين كتير، يعني مش هقدر اعمل ده لسنين في حياتي. حاسس ان انا دايما متكتف في أوضة، حاسس ان انا عايز اطلع، عايز ممكن اعمل حاجة تانية، حاسس ان انا شغفي ممكن الاقيه في حاجة تانية. فمن هنا بدأت ادور، بدأت اشوف طب انا ممكن اعمل ايه تاني. يعني بدأت اسأل ناس اعرفها، ناس صحابي. وهنا لما جيت دبي، اول حاجة عملتها قعدت مع واحد صاحبي كان معايا في الكلية. والحقيقة صاحبي ده يعني هو ساعدني شوية في القرار، عشان أنا قلت له بصراحة أنا مش عارف هل أخد الخطوة دي في حياتي ولا لأ. هو سألني سؤال، قال لي أنت عايز تعمل إيه؟ أنت شايف إن أنت عايز تكمل في ده، ولا أنت شايف إيه اللي أنت إيه هدفك يعني؟ قلت له بص، أنا بحب اللي أنا بعمله، بس أنا شايف إن أنا مش قادر أقعد في حتة طول ال9 ساعات متكتف، وانا حاسس ان انا عندي اكتر اديه. يعني حاسس ان انا ممكن ادي في حاجة تانية، او ممكن اعمل ادي اكتر وامشي واروح واقابل ناس واعمل وبتاع. وانا بحب، انا شخصيا بحب الكوميونيكيشن، يعني بحب اتعامل مع الناس وي وي وي. فراح قال لي بص، انا كنت زيك، انا جيت واشتغلت في الاسنان، بعد كده حسيت انا مش مستريح، فاشتغلت في السيلز ولغاية ما ربنا كرمني وعملت كذا كذا كذا. فأنا شايف لو أنت عايز تاخد الخطوة دي، أنا شايف إنك أنت في أحسن وقت دلوقتي تاخدها. فأنا بصراحة أنا من النوع اللي أنا ممكن أخد الريسك، فأنا أخدت الريسك، فكرت فيه شوية، قعدت طبعا قبل ما يعني أخد الخطوة دي إن أنا أشتغل كميديكال سيل في شركة، قعدت أشوف كم فيديو، أسأل نفسي هل أنا عايز أعمل ده، هتعب جامد. مع ان في تساؤلات كتير، ناس كتيرة بتقول لي حرام انك انت تضيع الموهبة اللي عندك، انت كنت كويس، انت مش عارف ايه، انت كان. بس انا كنت بمشي ورا حاجة شغفي، انا حاجة انا عايز اعملها. فهنا اللي حركني، هنا بدأت ادرس، يعني احط اهدافي قدامي كده، وبدأت اشوف انا ممكن ازاي انتج هنا. بدأت بقى أشوف فيديوهات على اليوتيوب، بدأت أفتح جوجل، بقيت أجي أسألك، أقعد أتكلم معاك، أقعد أتكلم مع أخويا، أقعد أتكلم مع الناس القريبة اللي هي هتفيدني بمعلومة يعني تساعدني في الحتة اللي أنا فيها. وبدأت بقى ما اسمعش للحاجات النيجاتيف، يعني الآراء النيجاتيف اللي هي ممكن تهبطني. أنا خلاص أخدت القرار، فأنا لازم أفوكس أو أركز على الحتة اللي أنا عايز أعملها، عشان خلاص أنا أخدت القرار ده، وأنا عايز أشفت في الحتة دي، وعايز أنجح في الحتة دي. فبدأت أشوف أنا هنجح إزاي، إيه الخطوات اللي أنا ممكن أخدها تنجحني في المجال ده، إيه اللي أنا ممكن أكتسبه وأطوره من شخصيتي، وإيه اللي ناقصني إن أنا أحسنه. طب هسألك سؤال يا هشام. إيه هو سؤال لمحض السؤال. بس لو لا قدر الله، يعني لو لا قدر الله ما تمش، ما نجحتش، ما بقيتش سيلز وحققت مبيعات ونجحت في الكارير الجديد اللي انت داخل فيه، هل هتحس بتأذية؟ يعني هل هتحس ان انت ضيعت وقت؟ بص، اقول لك حاجة حلوة. هو انا مش هحس ان انا ضيعت وقت، عشان انا عملت حاجة انا كان نفسي اعملها، ومش عيب ان انا افشل. انت ما ضيعتش وقت، بالعكس انت اكتسبت حاجة جديدة اكتسبت من التجربة حاجات اكيد، مش حاجة واحدة. والتجربة دي علمتك حاجات كتيرة قوي، عمرك ما هتخسر حاجة. بالعكس، انت لو ما جربتش الحاجة اللي انت شغفك فيها، هتخسر ان انت تعرف ان انت هتخسر فيها. هتخسر التجربة، هتخسر المعارف اللي انت هتعرفها، هتخسر الانفورميشن والتعب اللي انت قعدت تحطه عشان تتعلم حاجة جديدة، والمهارات انت كده اكتسبت مهارات جديدة. بالظبط. فمش عيب انك انت تفشل،
وارد جدا ان انا افشل. ده يعني ممكن انا حاطط الاحتمال ده في بالي، ومش عيب. انا مش خايف ان انا افشل، بالعكس. انا لو فشلت هعرف ان خلاص يبقى انا دي مش حتتي، او دي مش بتاعتي. فهم جاي واخد خطوه ورا، وهم جاي راجع تاني ايه اللي انا بعمله. عرفت خلاص ان انا ايه الحته دي مش بتاعتي، فهرجع تاني عادي جدا اشتغل شغلي، اشتغل كاريري، واشوف انا ازاي هبدا اطور نفسي في المجال اللي انا كنت فيه. عادي جدا، بالعكس انا هبقى راجع وانا حاسس ان انا satisfying جدا. نفسيا مرتاح. بالظبط. ليه؟ عشان طول الوقت اللي انا كنت بفكر انا ليه ما اعملش ده، وانا عايز اوصل للحته الفلانيه، وانا عايز اعمل واعمل. لو انا ما كنتش اخدت الخطوه دي في حياتي، كنت هقعد طول الوقت اسال نفسي انا ليه ما عملتش ده. صح بس. جدا 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 جدا. وده هيخلينا نرجع تاني للجزئية بتاعت واجه نفسك باهتماماتك ومواهبك اللي تستند عليها علشان تتقدم لقدام، والعراقيل اللي هتجيلك من المشكلات. وفي حته بس بسيطه اللي موجودة في لو شخصيتك. هقطعك يعني. اكتر حاجه فعلا هبقى فخور بيها او لنفسي، ان انا واجهت حاجه انا كنت خايف اعملها. انك انت تواجه او حاطط خوف او في حاجه خايف انك تعملها، وتروح وتواجه الحاجه دي، وبكل بقى وحشها وحلوها وبكل حاجه، ايا كانت النتيجه انت بتطلع راسك فوق. وانا مشيت ورا اللي انا عايز اعمله، وواجهت حاجه انا كنت خايف اعملها، وبالعكس انا فخور باللي انا وصلت له. هي دي الشجاعه. فاهم؟ هي الشجاعه ايه غير انك تواجه المخاوف. فانت ايا كان انت نجحت ولا فشلت، هتبقى دايما فخور بنفسك انك انت حاولت، وانك انت حاجه اصلا انا كنت خايف اعملها عملتها. سبت كاريري، سبته بعد كام سنه، سبته عشان انا كان نفسي اعمل ده. يعني انا تعتبرها اجازه يعني. مش فكره اجازه، بس فكره ان هو لا، انا كان نفسي اعمل ده. فانا اخدت الخطوه دي ودرستها وعملتها. انت سعيد، انا سعيد، وكلنا بنسعى انك تنجح. النجاح بقى ده بتاع ربنا. انت اشتريت الكراسه وسيب ربنا يكتب بقلم. بالظبط. صح. فانت لما بتبقى بتؤمن ان ربنا دايما هيختار لك الصح، ما بتدورش بقى بعديها. يعني ما خلاص، يعني انا عملت اللي عليا، ودرست الخطوه اللي انا عايز اخدها، وتوكلت على ربنا زي ما بيقولوا، واللي بعده واجتهدت وعملت. حته انك انت تنجح تفشل دي بتاعت ربنا. هو كل حاجه يعني بص مكتوبه. فانت لو انت مؤمن بالحته دي، مش عمرك ما هتتضايق. بالعكس، انت هتبقى مبسوط ان انا في حاجه من التشيك ليست عندي عملتها. بشوف بقى اللي بعده، يعني الهدف اللي بعده ايه. احنا كل واحد عندنا فيه اهداف وطموح، كم هدف وكم طموح في حياته انت بتبقى عايز تعمله. هو ده اللي بيفرق الشخص من التاني. في واحد بيقعد طول حياته ما عملش ولا اي حاجه. انا كان نفسي اعمل، طب عملت ايه؟ ما عملتش ولا اي حاجه. وفي واحد انا كان نفسي اعمل، انا عملت 1 2 3 وفشلت، بس في الرابعه نجحت. ده الفرق. فانا لقيت نفسي. هتلاقيه بيقول انا لقيت نفسي في كذا. انا رحت عملت ده، لقيت نفسي فشلت ما جاش. عملت ده، لا. فانا اكتشفت ان كل اللي انا كان نفسي فيه ده مش بتاعي. فرحت جاي اعمل حاجه رابعه خالص، ونجحت، وربنا وفقني وفتح في وشي ومشت معايا زي السكينه بالحلاوه زي ما بيقولوا، وبقت هي دي اللي مكونه فلان الفلاني. فهي بص، هو الانسان عامه بينمو وبينضج من التجارب اللي بياخدها في حياته. فانا زي ما قلت لك، انا عملت اللي عليا وبعمل اللي عليا وبحاول اعمل كل اللي انا اقدر عليه. انت يعني ممكن الناس مش تبقى عارفه، بس انت بتشوف انا ببقى شكلي عامل ازاي وانا راجع من الشغل. ازاي بقعد افكر، ازاي بقيت بقعد افكر ازاي في البيزنس، ازاي اقعد اخش اتكلم مع ده، وازاي اجيب البيعه من هنا، وازاي اتكلم مع ده
ومع اني انا دكتور، وازاي ساعات اداون جريد من نفسي عشان اعرف ده مش عارف اتكلم مع ده، وازاي يطلع ده وازاي. فهي الفكرة كلها اكسبيرينس، انت بتتعلم في حاجة في حياتك، بتنمي حاجة في شخصيتك. انا جيت قعدت سألتك انا ايه وحش في ايه. هل انا مثلا طريقة كلامي ساعات بتبقى اجريسيف شوية؟ هل انا مش عارف ايه؟ بالعكس، دي انت بتشوف فين عيوبك او فين الحاجات اللي انت المفروض تحسنها في نفسك وبتبدأ تطورها. فانا عمري ما هبقى ندمان على القرار ده، عشان انا كل يوم بتعلم حاجة جديدة. فلا يعني ممكن اكون يعني انا دلوقتي اقول لك ان دي من احسن الحاجات اللي عملتها في حياتي، عشان مهما كانت نتائج. نجحت او فشلت انا عملت حاجة انا كنت عايزها، بس مش اكتر. حقيقي ربنا يوفقك ويكرمك كده إن شاء الله. وتحقق كل اللي انت بتحلم بيه. نقدر نقول دلوقتي ان خلاصة الكلام في ازاي تلاقي نفسك هي مغامرة. بالظبط. مغامرة الاستكشاف لذاتك. وفي تمام. حاجة كمان صغيرة قوي، لو انا معلش انا بقطعك، لا عادي، بس ولا دي يهمك. من الحاجات المهمة جدا عامة في الحياة، مش بس في الشغل. انت اصلا عشان تبقى شخص ناجح في حياتك، او عايز تتقدم، عايز تحسن نفسك، سيبك بقى من الشغل، سيبك من كل الحاجات دي، لذاتك انت لازم دايما تدور على الروتين اللي هيخليك احسن، تعرف تنتج احسن، تعمل لنفسك روتين يومي. روتين انت بتحب تتمرن، تنزل تتمرن ساعة لنفسك، تتمرن فيها نفسيتك تبقى احسن. تاكل كويس، تشوف انت مثلا انا مش عاجبني طريقة اكلي، احسن طريقة اكلي. الناس اللي بتعرفها حسن، وده عامل مهم جدا. في ناس بتبقى او اشخاص بيبقى مش عارف ان الدايرة اللي هو قاعد فيها هي دي الدايرة اللي بترجعه 4-5 خطوات لورا. عشان انت لما بتقعد مع ناس ناجحة او ناس فعلا بتتكلم في حاجة مهمة او بتتكلم في حاجة مفيدة، دي غصب عنك بتبقى انا عايز ابقى زي دول، انا عايز ابقى زي الناس دي. انا ليه ما بقاش ناجح زي الشخص ده؟ يعني انا ليه ما بقاش مثلا زي مثلا فلان الفلاني؟ ليه ما بقاش؟ طب ما هو ده غير كاريره، طب ده عمل ايه؟ فانت الناس البيئة اللي حواليك دايما بتشدك تبقى احسن. الصاحب ساحب. بالظبط. ودي يعني فعلا تقدر تقول كده باختصار ان علشان تبدأ في رحلة التغيير دي لازم تدور على العلاقات، ولازم تحط عادات بالظبط. في حياتك تستيك ليها وتنفذها بالالتزام. وقبل كل ده لازم تتعرف على الشخصية بتاعتك بكل جوانبها، وتحط ولازم لها تبقى قابل شوية نفسك. أهداف. لازم تبقى قابل نفسك وتتكلم مع، يعني لما تبقى قاعد كده مع نفسك وانت بتشوف ايه عيوبي وايه ايجابياتي، لازم تقبل كل نفسك زي ما انت. كل واحد فينا فيه ميزة عن التاني، ربنا خلق كل واحد فينا عنده ميزة عن التاني، محدش فينا 100% كامل. اكيد انا مش طالع اقول كلام كتب، بس هو دي الحقيقة. كلنا فينا عيوب، بس هي الفكرة كلها ان انت تبقى قابل نفسك بالعيوب دي وتحاول تطورها، يعني تحاول تبقى احسن. مش عيب انك انت يبقى عندك تبقى انت وحش في كذا ولا وحش في كذا. هو العيب انك انت ما تحسنش من نفسك في الحتة دي. لو انت عارف ان انا وحش مثلا، زي بتعصب بسرعة، مش عارف ايه. لا، هو انت يعني انت لو قعدت، انا شفت عيوبي، انا عندي عيب 1 2 3، وده برضو زي اللي انا كنت هقوله دايما، وقلته في الحلقة اللي فاتت وقلته في اول حلقة. انا كان عندي عيب، انا كان دايما العيب اللي انا كان دايما بيضايقني اني باجل دايما حاجه لبكره، بمعنى اللي هو انا هعملها بكره. وده كان يرجع دايما ان انا ساعات كنت ببقى خايف، يعني كنت ببقى خايف اواجه الحاجه دي. يعني هرجع تاني، ولو عاد معلش هطول عليك، اول يوم ليا شغل، وانت اكيد زي ما انت بتضحك ده. انا كنت
خايف من فكرة ان انا اول مرة هخش عيادة بس مش انا الدكتور اللي داخل اقعد في العيادة جوه، لا انا هبقى انا الدكتور اللي عايز اقابل الدكتور عشان اتكلم معاه. فدي في حد ذاتها كانت مش داخله دماغي، يعني مش داخله دماغي ازاي هخش اتكلم مع الريسبشن عشان اقول لها ان انا عايز اخد معاها مع الدكتور. فدي كانت بالنسبه لي خوف رهيب. انت مش متخيل. انا كنت بقعد في العربيه بالخمس دقايق، يعني ممكن اكون اول مره اقول لك ده، يعني بقعد كده انا وصلت، بقعد كده 5 دقايق حاطط ايدي على راسي كده اللي هو طب وبعدين انا وصلت، لغايه ما انا قلت ايه اللي هيحصل، كبرها يعني ايه اللي هيحصل، هخش مش هعرف اخش. ابقى حاولت يعني ايه كبرها فين؟ ده شخص زيه، ما انا هتكلم معاهم زي طبيعي. ايه ما فيش اي حاجة ممكن تحصل بره ده. فهي الفكرة كلها ان هو انا رحت جاي قايل لا، يعني هي مش تيجي غير كده، تقوم تمشي تفتح تتكلم عادي زي الناس الطبيعية، الدنيا هتمشي. هي الفكرة كلها في القرار. عشان كده بقول لك القصة مش سهلة، بس هي لو انت بدأت تحللها او تعمل شوية خطوات صغيرة مدروسة، هتعرف تلاقي نفسك انت بتحب ايه ما بتحبش ايه، تعرف تغير من شخصيتك، تعرف تتعلم حاجات جديدة، تعرف لو انت عايز تغير مجال شغلك تعرف تغير، مش عاجبك اسلوب حياتك تقعد تحط انا ايه اللي انا مش عاجبه في حياتي، يعني انا ليه متضايق، ليه مثلا عندي بحس دايما انا مخنوق، طب انا ممكن احسنها ازاي؟ انزل طب اظبط نومي، اظبط اكلي. انا عارف الحاجات دي ممكن تكون تافهه يعني، او اللي يسمعها يحس ان هي حاجات تافهه جدا، بس فعلا الحاجات دي ممكن تغيرك 180 درجه. انت بس كونك انك انت تغير حاجه واحده في يومك او تعمل حاجه جديده، دي تقلب لك مودك 180 درجة. انك انت تلتزم بحاجة وتحط نفسك على روتين وتلاقي نفسك انا الشهر ده يعني اعملها، بلاش شهر عشان بعيد، الاسبوع ده انا عملت 1 2 3، هتلاقي نفسك عملت بروجرس رهيب، وهتلاقي انت نفسك صحيا بقيت احسن، لقيت نفسك عارف تفكر احسن انت عايز تعمل ايه و... 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 وانا نفسيا بقيت افضل، حاسس احسن، حاسس تحسن. فهي الفكره كلها انك انت تبقى عامل روتين عامه وبلان وخطه، دي بتفرق في حياتك كلها، بتفرق حتى في قراراتك. يعني انا كتير قوي من الوقت انت ممكن تبقى عارف، انا لما الاقي نفسي مخنوق شويه بلبس قوم جاي نازل الجيم. بعد الساعه تمرين اللي انا بتمرنها دي بحس ان انا احسن، عارف افكر احسن، افكاري بتتنظم في دماغي، اقدر بقى يلا بقى نشوف بقى احنا عايز اعمل ايه، بتفضي شويه من الدوشه اللي جواك. بالظبط، وده مهم جدا. عموما احنا انا شايف ان حلقه يعني شايف ان الروتين والحاجات دي بصراحه محتاج ان احنا نعمل لها حلقه. اكيد طبعا. فانا في رايي الشخصي ممكن الحلقه الجايه تبقى عن الروتين اليومي والعادات. وان شاء الله يعني لو عجبكم طبعا الكلام دوت سيبوا لنا في الكومنتات وقولوا لنا، ويا ريت طبعا تقولوا لنا رايكم في الحلقه. انا حابب الناس برضو تشاركنا، عشان يعني اكيد في ناس كتيرة عندها رأي او اراء تانية في اللي احنا بنقوله، عشان احنا بنتكلم في موضوع كبير يعني كبير، وان ممكن ناس كتيرة فعلا بتبقى عندها الفكرة بعيدة او فاكرة ان احنا بنتكلم من out of nowhere زي ما بيقولوا، اللي هو من ما فيش، ده بيقولوا كلام، بس كل واحد بيبقى جواه تساؤل هو نفسه يجاوب عليه، فاهم؟
ومفيش مش هتلاقي حد يجاوبك عليه اكتر من شخص انت بتثق فيه وكلامه منطقي. لو قعدت معاه واتكلمت في اللي انت عايز تعمله او مخاوفك او اسمع وخد رأيه وادرس اللي انت عايز تعمله، ده هيوصلك فعلا اللي انت عايز يعني الخطوة اللي انت عايز تاخدها دي هيبدأ هو يفتح لك بيبان انت ما كنتش بتفكر فيها اصلا. فاهم؟ ارمي حمولك على الله، إن شاء الله اعقلها وتوكل. نشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله الحلقة الجاية. كنا معاكم في بودكاست على الطريق، انا عشري وانا هشام. ودمتم سالمين. السلام عليكم.